بصي انا زيك برجع من شغلي اقعد على الاخبار اللي لا تسر عدو ولا حبيب. كتير بنام وانا قاعده سايبه التلفزيون شغال، ما ببقاش عايزه اصحى ولا ليا نفسي اروح في حته ولا ليا نفسي اعمل حاجه. وساعات كتير بنكد على اللي حواليا، وعلاقتي بقى لها فتره بايظه ببيتي وشغلي وعيالي وحياتي وجوزي، ومش عارفه والله العظيم اخرتها ايه ولا عارفه ايه الحل. كل ما الواحده تشم نفسها وتقول هتقوم تعمل طبخه او هتنزل تشوف اللي وراها بيبقى في صوتها 100 خناق. يعني انت هتاكلي والناس دي ما بتاكلش؟ يعني انت هتذاكري لابنك والعيال دي ما بتروحش المدرسه؟ ايه المشكله؟ ما يمكن حياتنا احنا كمان في غمضه عين تختفي. ايه الهدف اصلا؟ ما دينا بنشوف حوالينا في ناس حياتها بتخلص في ثانيه. يعني بيقعد كده يجي لي خيالات في دماغي، هو الواد ده هيروح المدرسه ليه؟ ايه الهدف؟ طب انا هروح اجيب له لبس الشتاء ليه؟ طب انا هروح اجيب الحاجات اللي ناقصاني للبيت ليه؟ ما نعيش يوم بيوم وخلاص. يا ترى ايه اللي هيحصل بكره؟ الحقيقه اللي فوقني من كل ده الفيديوهات اللي شفتها لما الانترنت رجع غزه. والله بجد انا شفت ابطال، والله ما اخبيش عليكم، وابطال كده عندها مفهوم تاني للحياه، برغم ان القنابل نازله على دماغهم بقالها شهر. اول حاجه فكروا يعملوها لما الكهرباء رجعت يدوروا على سماعات ويعملوا حفله. بصوا كده معايا الفيديو ده. الفيديو ده خلاني مكسوفه من نفسي. كانوا اصحاب القضيه عندهم طاقه وعندهم حلم وعندهم امل وصامدين وواقفين وبيكملوا حياتهم رغم اي شيء. يبقى انا مستسلمه للاكتئاب؟ معقوله انا اللي ظروفي احسن منهم ابقى مستسلمه للاكتئاب؟ الفيديو ده غير طريقه تفكيري تماما وخلاني وقفت على رجلي وقمت وشفت اللي ورايا وكملت حياتي. وبدعوك انت كمان تعملي كده، قومي وكملي حياتك وشوفي اللي وراكي. الحياه ما بتقفش. ودعميهم بكل اللي تقدري عليه، ودعميهم وشيري فيديوهاتهم، ادعميهم وقطعي منتجات اللي بيأذوهم، ادعميهم وادعي لهم في صلاتك، ادعميهم واتمنى لهم النصر. فلازم تقفي على رجلك.